بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في حلقة النهاردة بتاريخ 13/12 واخبار نادي الزمالك. ومعانا اول خبر النهاردة: فوز نادي الزمالك على المقاولين العرب 2-0. مباراة كانت صعبة جدا على نادي الزمالك، مباراة كانت تكتيكية جدا. كابتن عماد النحاس عامل معاهم شغل عالي جدا السنة دي والسنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت طالعين مركز رابع المقاولين العرب وبيشاركوا في افريقيا، وخصوصا الماتش الافريقيا اللي هم لعبوه كسبانين تقريبا 10-1 بنتيجة الماتشين. فكان نتيجة كويسة لنادي الزمالك خصوصا في الظروف اللي فيها نادي الزمالك دلوقتي. الهدف الأول سجله مدافع نادي المقاولين العرب بالخطأ في مرمى، والهدف الثاني سجله مصطفى محمد تقريبا في الدقيقة 92 بأسيست من فرجاني ساسي. وعندنا تاني أخبارنا النهاردة: تأجيل النظر في الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق على قرار تجميد المجلس ليوم 3 يناير السنة الجديدة إن شاء الله. ومعانا ثالث خبر النهاردة: أعلن مدحت العدل ترشحه لرئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك. بس مدحت العدل هيبقى عنده مشكلة لأن أغلب أعضاء الجمعية العمومية ولائهم لمرتضى منصور. فمدحت العدل حاول إن هو يحل المشكلة ديت بإن هو يجيب معاه في القائمة بتاعته للانتخابات أمير مرتضى منصور، بحيث إن هو يكسب الأعضاء اللي هم موالين لمرتضى، وفي نفس الوقت حب إن هو يكسب جمهور الزمالك أو دعم جمهور الزمالك، فحط معاه في القائمة واحد زي أحمد عفيفي اللي مفيش حد في جمهور الزمالك طبعا بيختلف عليه. ومعانا الخبر اللي بعد كده: عودة الونش للمشاركة مع نادي الزمالك بالدوري. الونش شارك مع الزمالك تقريبا في مباراة المقاولين من الدقيقة 88. الونش كان غايب عن نادي الزمالك من آخر تجمع لمعسكر المنتخب، وبالتالي هو غاب عن الزمالك في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكان سبب كبير في هزيمة نادي الزمالك في المباراة دي. وبرضه غاب عن نادي الزمالك في مباراة الطلائع اللي بسببها الزمالك خرج من كاس مصر. وعلى الجانب الاخر عبد الله جمعه هيتعمل له مسحه بكره ان شاء الله، وهتبقى ديت المسحه الخامسه تقريبا لعبد الله جمعه، ولسه النتيجه ايجابيه. وعلى ذكر المسحه اللي هيعملها عبد الله جمعه اللي هتحدد ان شاء الله عودته لتدريبات نادي الزمالك، كانت جماهير السوشيال ميديا اللي هي الخاصه بنادي الزمالك اختارت احمد فتوح اللي هو الظهير الايسر لنادي الزمالك في مباراه المقاولين كاحسن لاعب في نادي الزمالك في المباراه دي. والحقيقه انا شايف ان احمد فتوح لعيب هادي كده وراسي على الكوره، تحسه عبد الشافي الثاني، يعني لعيب كورته حلوه، بيعرف يلعب على الارض وبيعرف يغطي في المساحات. وفي نفس الوقت اداره نادي الزمالك كانت موفقه جدا ان هي ترجع احمد فتوح، خصوصا ان الراجل بيلعب منتخب مصر ان هو في سموحه. في نفس الوقت التعاقد مع ظهير ايمن اللي هو حمزه المسلوسي الظهير الايمن التونسي، خصوصا ان حازم امام اصاباته كتير، يعني لعيب بيلعب ماتش و10 ماتشات ما بتلاقيهوش. وفي نفس الوقت احمد عيد خبرته قليله جدا، فانا شايف ان دولت ممكن يبقوا اهم صفقتين، او هم تقريبا الزمالك ما عملش صفقات غيرهم بس كانوا صفقات مؤثره.